اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندكم بقى صدر كده فرخة ومش عارفين تعملوا بيه ايه، مش عايزين بقى بانيه، مش عايزين شاورما، عايزين اكلة تانية كده جديدة مختلفة تعمل معانا كمية كبيرة تكفي اسرة 5 6 افراد. حاجة تشبع بقى كده، وحاجة سخنة من هنا ورايح بقى في الجو الشتاء والبرد ده. عايزين اكلات كده سخنة كده تشبع وتدفي. وفي نفس الوقت هنعمل حاجة مختلفة بقى، مش كل صدور الفراخ هنعملها بانيه وشاورما وكده. معايا بقى هنا صدر الفرخة ده كده هقطعه كده صوابع عريضة شوية، وبعدين هقطعه مكعبات مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، يعني وسط كده. هقطع بقية الصدر بنفس الحجم كده، يعني مكعبات كده تكون وسط. بجد الأكلة دي حلوة قوي، بترمي معاكي كمية كبيرة تكفي أسرة كده كبيرة، وحلوة جدا وطعمها حلو كمان. هروح بقى ايه بعد ما قطعتهم كده، هروح في حلة على النار، هحط مكعبين من الزبدة ومعلقتين من الزيت او سمنة بقى، اي حاجة بتشتغلي بيها. يسخنوا. بعد كده هكون مقطعة معايا بصلتين كبار بحجم كبير، او لو وسط 3 كده. يعني هي الاكلة دي بتحب البصل كتير عشان هو بيديها طعم كده حلو، وبيديها يعني بجد تخليها لفة كده معانا وحلوة، فزودي فيها البصل شوية. مع البصل حتى رشة ملح، وحطيت ورقتين كده من اللوري بيدي نكهة حلوة للبصل. البصل انا هنا مش هحمره، هدبله بس كده يتشوح. دول قرنين فلفل حامي قطعتهم كده رفيع، هدبلهم كده مع البصل، عشان برضو الاكلة دي بتحب ان هي تكون مشطشطة كده شوية. لو مش بتحبوا الحامي هتستغنوا عنه، قطعوا فلفل رومي. بعد كده حطيت نص معلقة من الثوم المفروم. بعد ما البصلة دبلت كده معايا، حطيت نص معلقة من الثوم المفروم. هديله تقليبة بس كده، ايه تطلع ريحة الثومة كده بس معايا. بعد كده هروح نازلة بصدور الفراخ او مكعبات الفراخ اللي معايا. بجد اكله سريعه جدا، مش بتاخد وقت خالص في تحضيرها. يعني انا عايزه اقول لكم الاكله دي بعملها وقت ما اكون مستعجله مش فاضيه، عايزه اكله سريعه، دي بتبقى الاكله المنقذه بالنسبه لي. صدور الفراخ كده، وهنشوف هنحط عليها ايه، وفي اكله وفي حله واحده. مش بتاخد وقت معايا خالص، وبتبقى مشبعه، وبترمي معايا كميه كبيره ومنقذه صراحه، يعني مسميها الاكله كده المنقذه. حطيت رشة كده من الفلفل الاسود، وهدي الفراخ كده تشويحة تغير لونها مع البصل كده والثوم والفلفل الاخضر والفلفل الحامي والفلفل الاسود. هديهم كده تشويحة تغير لونها كده بس. ريحتها بقى وهي بتتشوح كده جميلة جدا. انا هنا بوريكم كمان حجم كده مكعبات الفراخ. بعد كده اكون مقطعه معايا بطاطس مكعبات برضو نفس حجم الفراخ، يعني ولا تصغريها ولا تكبريها، خلي مكعبات البطاطس قد مكعبات الفراخ، عشان يبقى كله كده مع بعضه في الاخر يعني قد بعض كده. هديها رشة كده من الكمون، ورشة تاني من الفلفل الاسود. هتبلهم بقى واملحهم، واحط الملح على حسب الكمية. وبعد كده معايا طماطم. هو المفروض الطماطم هتقطعيها صغير كده زي السلطة، بس انا بصراحة كنت مستعجلة فعطيتهم نص ضربة كده في الخلاط. يعني مش تضربيها تبقى عصير خالص وتصفيها، لا، احنا مش بنعمل طبيخ. هو المفروض تقطعيها صغير كده زي السلطة، او في الخلاط او الكبة تديهم نص ضربة كده، وما تصفيش ولا حاجة، نص ضربة تكون مجروشة كده شوية. وبعد كده حطيت معلقتين من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وحطيتهم وقلبي بقى كده مع بعض. بوريكم هنا الطماطم فيها ايه قطعة كده. وقلبي بقى كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه، وغطيها بقى وهدي عليها النار، وسيبيها تستوي مع نفسها على نار هادية من غير ولا نقطة مية، ما تضيفيش مية خالص. من وقت للتاني هنشيل الغطا ونديها تقليبة كده من فوق لتحت. وبجد بجد يعني مش قادرة اوصف لكم ريحتها بقى، بتقلب الشقة، بتقلب الدنيا، ريحتها فظيعة بجد جبارة يعني. هدي عليها النار وغطيها، مش هتحتاج ولا نقطة مية خالص. النار كده هادية عليها، وكل شوية هنديها تقليبة كده. لو احتاجت بقى ملح، عايزة تزودي بقى شطة، تزودي فلفل، براحتك خالص. واثناء ما هي بتستوي بقى كده هتكوني بتجهزي جنبها بقى شوية رز بقى سخنين كده، او لو هتاكلوها بالعيش
يعني كده بتمشي وكده بتمشي. شايفين بقى اللون والجمال والريحة ولا الطعم بجد خطير. بتاكلي بقى كده البطاطس مع الفراخ الاتنين مكعبات زي بعض كده، تقدمي جنبهم شوية رز مفلفلين بالشعرية كده تحفة جدا، او بالعيش يعني. بجد حلوة ومنقذة سريعة. لو مستعجلة، لو محتارة في الأكل مش عارفة تعملي أكل ايه، اعملي الأكلة دي. لو الجو برد بقى ويوم شتا وسقعة كده، اعملي الأكلة دي، هتدفي وتشبع وهترمي معاكي يعني كمية كبيرة. هنا بوريكم اهوت قطع الفراخ كده شاربة بقى من الخلطة الحلوة دي، وطعمها بجد رهيب رهيب يعني. انا اوقات كمان احنا بنعملها كده بالرز، واوقات كده بناكلها بالعيش. لما بناكلها بقى بالعيش بقى مش بنغرفها بقى في اطباق، هوريكم. بروح غرفها في الطبق الاستانلس الحلو الكبير ده. فظيع الاكل بقى فيه حلو قوي، بيحتفظ بقى بالحرارة لوقت طويل، تفضل الاكل فيه سخن لغاية ما نخلص اكل وهو الاكل فيه سخن. لما نكون بناكلها بقى بالعيش بنغرفها بقى في الطبق الحلو الاستانلس ده. شايفين الشكل؟ يفتح النفس بجد. بجد جميلة فعلا. جربوها. لو وصلتوا لحد هنا ونسيتوا تعملوا لايك، يلا اعملوا لي لايك وتعليق حلو، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.